طلابي الأعزاء، يلا بينا نحل الإكسرسايز الخاصة بليسون 2 من الكتاب وأسئلة المعاصر والوزارة والمعاصر. هنبتدي بكتاب المدرسة. Complete the following. The elements in the model periodic table are arranged according to A. الموديل arranged A atomic name atomic number، صح؟ طيب لكن مندليف كان عامل arranged B atomic mass، صح؟ تمام. طيب بعد كده ال following figure represent a section in the model periodic table. عندي 4 عناصر. اوكي، مين فيهم في نفس البريود؟ 2 و3، صح؟ دي 2 و3. تمام. طيب بعد كده مين فيهم في نفس الجروب؟ 2 و4، صح كده؟ تمام. اوكي. طيب choose the correct answer from question 1 to 5. Which of the following choices represent the two metal lithium and potassium? Metal with high melting point, lithium, more reactive metal with water, lithium. اوكي، هو عايز هنا two metal، مين فيهم الصح؟ الليثيوم والبوتاسيوم. اول واحدة دي لأ، صح، الاتنين مكتوبين ليثيوم اصلا. بعد كده ليثيوم وبوتاسيوم، بعد كده بوتاسيوم وليثيوم، يعني دي excluded. طيب هي واحدة من التلاتة. طب الميتال with high melting point، مين الهاي؟ أولا الليثيوم فوق البوتاسيوم ولا تحتيه؟ ليثيوم 3 فوق البوتاسيوم، تمام، يبقى الهاي melting point بتاعته أعلى، لأن ده كان في ال 1A أصلا، صح؟ طيب يبقى دي الأول. طب البوتاسيوم more reactive metal with water، تمام. يبقى ليثيوم وإيه؟ بوتاسيوم. يبقى أول واحدة لأ، تاني واحدة لأ، هي واحدة من الاتنين. بس الليثيوم هو ليه هاي melting point عن البوتاسيوم، يبقى رقم، يبقى دي اختيار الصح. تمام. تمام. following figure represents section in the periodic table. في 4 عناصر. بيقول لي مين فيهم represents the correct electron configuration for the mentioned element. يعني هنا عايز يكونفيجر كل واحد فيهم، نعمل electric configuration لكل واحد فيهم. واي ده هنا، تمام. هل هو 2 8 1؟ على فكرة هنا بيبتدي من كام؟ هنا هو بيبتدي من هنا، يعني هو هيبادئ من هنا، تمام. الواي هو آخر إلكترون واحد، صح؟ طيب هو أنهي بيريود هنا؟ بيريود 1، يعني 2 1، صح؟ طب هنا أنهي بيريود بالنسبة لهم؟ البيريود التانية، يعني في 2 مدار طاقة، تمام. طيب تعالوا نركز في دي تاني. هنا بيقول لك ده جزء من الجدول الدوري، صح؟ طيب ده جزء من الجدول الدوري. قبل ما يجي يعمل الكترون كونفيجريشن لازم اعرف ده انهي جزء. بي بلوك، الدي بلوك هنا بيبدأ من انهي بيريود؟ 4، صح؟ يبقى دي بيريود رقم كام؟ 2. ليه؟ لأن البيريود الأولانية فيها أساسا 2 عنصر، صح؟ يبقى الجزء اللي هو قطعه من البيريودك تيبل بيبتدي بدورة 2، بيريود 2. طب يبقى W هنا 1A، يبقى الدبليو هنا ليه ايه؟ ليه 2 مدار طاقة 1 2، صح كده؟ تمام. طب الواي ليه 3 مدارات طاقة آخرها 2، صح؟ 2
8 2. طيب الإكس هنا بكام؟ 1A 2A 3A 4A 5A 5A في period 2 يبقى دي 2 بس configure ب5. طب الزد 3 4 5 6 7 0 يبقى الزيرو ده زد ده inner تراز في أي period؟ في period رقم 3 يبقى 1 2 3 2 8 8 صح؟ مين بقى في اللي احنا قلناه هنا صح؟ الواي 2 8 2 صح؟ الزد لأ، الإكس لأ، الخمسة مش دي يبقى هي ايه؟ الواي هي اللي صح. طيب بعد كده the following figure illustrate some groups of the period A و B و C و D. تمام؟ يعني هنا بيتكلم ال A هيبقى ايه؟ ال 1A اللي هي الألكالاين ميتال، هنا الألكالاين إيرث ميتال، هنا الهالوجين، هنا الإنرت صح؟ طيب which of the following is correct about the element in this group؟ هل جروب A monovalent non-metal؟ لا، هو monovalent metal. طب جروب B their atomic radius decrease with increasing the atomic number. هل كل ما بنزل لتحت الatomic radius في جروب B بيقل؟ أكيد لأ. طب the physical state of its element are not the same في جروب C. جروب D octavalent non-metals. مين فيهم اللي صح؟ هو أولا مفيش octavalent، هما زيرو فالنت أصلا، دي غلط دي غلط ودي غلط، يبقى مين الصح؟ إن الفيزيكال ستيت بتاعت الهالوجين مش زي بعضها، فيها غاز وفيها ميتال وفيها إيه؟ فيها ليكويد صح كده؟ طيب رقم 4 تقريبا ناس كتير أوي متلخبطة فيهم، تعالوا نحل رقم 4 بالراحة. 3 cubes of metal materials 1 و2 و3 في room temperature، يعني التلاتة في درجة حرارة واحدة. and the following table showing the melting point والboiling point، الميلتنج بوينت بتاعته والboiling point بتاعته. after raising temperature with x، يعني درجة الحرارة هنا هيحصل لها ايه؟ هتزيد، انا هزود درجة الحرارة. their physical state بقوا كده، هنا بقى liquid، هنا بقى غاز، هنا solid. تمام؟ what is the temperature of x؟ انا زودت درجة الحرارة لإيه؟ انا زودت درجة الحرارة، هنا بقى liquid صح؟ هنا غاز، هنا solid. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده بالراحة melting point، هي كانت الميلتنج بوينت ايه اصلا؟ هي من solid لليكويد الاول، والبويلنج بوينت من ليكويد لغاز صح كده؟ طيب هنا شكله بقى غاز سوري بقى ليكويد، يبقى هو كان ايه الاول؟ كان solid، يبقى انا هاخد هنا الميلتنج ايه؟ الميلتنج بوينت بتاع ده 16 درجة. هنا غاز يعني كان ليكويد الاول بدرجة حرارة 50. هنا solid وستيل solid، هو ما اتغيرش حاجة تانية، يبقى هنا. طيب هنا السوليد بتاعي هيتغير، الفيز بتاعته هيبقى ليكويد فوق ال60 درجة. أول ما 60 درجة تيجي الماتيريال ده هيبقى ليكويد فوق ال60 درجة، يبقى أنا درجة الحرارة مش عايزها توصل فوق ال60 صح؟ لأن فوق ال60 ده الفيز بتاعه هيتغير. طيب اللي قبله الماتيريال ده ايه اللي حصل؟ كان ليكويد وبقى غاز في درجة حرارة 50، يبقى أنا عايز درجة الحرارة اللي بين الاتنين دول ولا لأ؟ صح؟ وبيها اللي هي ال55 فيها لما أنا أعلي درجة الحرارة ليهم كلهم ل55، إيه اللي هيحصل؟ ده اوريدي من سوليد لليكويد، لليكويد بس ملحقش الغاز لأنه 117. هنا كان ليكويد وبعد درجة حرارة 50 بقى غاز زي ما موجود عندنا دلوقتي. هنا هو سوليد وفضل سوليد ولسه ما حصلوش ميلتنج، فلازم يبقى درجة حرارة قبل 60 اللي هي 55. فهمتوها؟ تمام.
طب لو أنا عندي two elements x و y if element x is in period 2 of the periodic table ماشي the number of the proton in the nucleus of the element y exceed that in the nucleus of element x by 5 which of the following correct تعالوا قبل ما نشوف ده هو بيقول ايه هنا بيقول ان انا عندي x و y x period 2 يعني x عنده 2 energy level number of the proton in the nucleus of element y بتزيد عن النمبر of the nucleus in the element of x by 5 by 5 y هل y هيبقى تحتيه ولا جنبه؟ جنبه صح؟ ليه؟ لأن هو بيزيد 5 احنا مبدئيا هنخلينا في ايه؟ هنخلينا انه جنبه ونتأكد هل element x و y definitely in the same period؟ لازم يبقوا في same period هل number of electron in the energy level k of the both element x و y is equal هل number of electron in the last energy level of element y definitely exceeds that in the element x by 5 the number of nucleon in the nucleus of element y exceeds that in the nucleus 5 طيب بالراحة هنا هو ما جه زود قال لي ان انا عندي atomic number زيادة 5 صح الاتوميك ايه exceeds the nucleus atomic number البروتون يعني فماليش دعوة بالنيوكليوس اصلا ماليش دعوة بالنيوكليون يعني ماليش دعوة بده يعني دي بالنسبة لي ايه غلط مش موجودة في الحسبة اساسا طيب the number of electrons in the last energy level of element y definitely exceeds that in the element x by 5 انا عندي بروتون زادت هل بالتبعية الالكترون هيزيد 5 على فكرة ممكن يكون ايزوتوب اصلا صح ولا ايه تاني number of electrons in last energy level لازم يزيدوا ب5 لا ليه لان ممكن ده يكون 2 فده يكون 7 او ده يكون 3 فده يبقى 8 فمش بالتبعية ان دول هيبقوا 5 صح فدي كمان غلط number of electrons in the energy k للاتنين 1 هي دي الوحيدة اللي صح لان k بياخد 2 اصلا فهي دي الوحيدة اللي صح ومش لازم يبقوا the same period صح ليه مثلا ده ممكن يكون inert غاز x اخره 8 فما زودت 5 ف2 8 5 نزل تحتيه صح فاهمين حاجة يبقى الوحيد اللي صح ان الكي للاتنين 1 لان الكي بيتملي ب2 اصلا وليه قلت اكيد لان ده قال لي ان فيه سكند يعني هو كده كده مليان الايه مليان الكي عنده فاهمين حاجة بس كده دي اسئلة كتاب المدرسة هنبتدي بقى في أسئلة كتاب المعاصر هنشوف كده عشان اسمه ايه ده الفيديو ما يزيدش ممكن ناخد أول حاجتين يعني نشوف الدنيا هتمشي ازاي Write scientific term table in which elements are arranged in ascending order by atomic mass انتوا اللي هتكتبوا ماشي ده مين؟ ده مندليف صح؟ هكتب أنا مندليف صح مندليف ستيبل مندليف اوكي هي ليه انا كنت صح مندليف ستيبل اوكي the first true periodic table to classify المودرن periodic table هو ده الاساسي بس ده الفيرست يبقى مين هو الفيرست مندليف برضو فيرست اول واحد تمام طيب ايه كمان a table in which elements are arranged in ascending based on atomic number مين المزلي أول واحد عمل كده صح a table in which elements are arranged in ascending order based on atomic number and the method of filling ده الايه ده المودرن periodic table horizontal row in the modern الرو اسمه ايه
period. الفيرتيكال كولوم اسمها group. The metal which are located at the far left side of the model. أول واحد على الشمال اسمه إيه؟ اسمهم الكلاي ميتال، صح؟ طيب element في ال 7A كانوا نسميهم إيه؟ هالوجين، صح؟ Okay. The block at which the halogen belong ال PA ال P block. Element whose electron configuration ends with 5, 6 or 7 دول metal ولا non metal؟ non إيه؟ non metal. Element in the P block that can't be identified solely by the number of electrons in the outer energy level. كان في مجموعة كده، ده الديفينيشن بتاعهم. الميتا ايه؟ الميتالويد ان انا مقدرش احدده بس بعدد الايه؟ الالكترون، يعني الالكترون في الاوتر انرجي لان هي ساعات بتتغير. طيب electron found in the outermost energy level of any element. كان لويس بيقول اسمهم ايه؟ الفالنس ايه؟ الفالنس الكترون، صح؟ طب the dot represent of valence electron or the symbol of an element. كان لويس كان اسمه مين؟ لويس نفسه. ده تعريف اللويس structure اساسا، صح؟ the number of unpaired electron اسمها ايه؟ element ايه؟ valence التكافؤ بتاع العنصر، صح كده؟ valence. okay. طيب write the terms that indicate each of the following. okay. Scientist who arranges the element in the table of the atomic mass. مين؟ ممكن ما اكتبش بقى قوي. atomic mass مين؟ مندليف. Scientist who discovered that the nucleon هحاول اكتب له معلش مندليف بس مش هكتب لي الاخر، ماشي. A scientist who discovered، انا بس دول احنا عارفينهم فبنقولهم oral علشان الاسئله بقى نحلها. Scientist who discovered that the nucleus of an atom contain positive charge كان مين؟ رذرفورد. طبعا يبقوا رذرفورد، تمام. بعد كده scientist who adds the zero element كان اسمه ايه؟ موزلي، صح. The only liquid metal in the modern periodic liquid mercury، صح. The only liquid non-metal برومين. دول حافظين هما اتنين اصلا. An element between lithium والبوتاسيوم. An element located between lithium and potassium in the alkyl metal. lithium A، potassium صوديوم، تمام. الصوديوم بعد كده الليثيوم بعد البوتاسيوم بنحفظهم بالتكرار. The only metalloid in the third periodic of the modern table الوحيد الثلاثي كان مين؟ السيليكون، تمام. An element in each of the ثلاثة energy level and its last energy level is completely filled. مين هو اللي عنده ثلاثة completely filled يعني في inert gases؟ كان اسمه ايه؟ أرجون، تمام. An alkyl metal located in the second period. هو alkyl metal يعني في one group في second period يعني مين؟ الليثيوم، صح؟ واحدة واحدة هتعرفوه، هو مش كتير على فكرة. Scientists who propose a simplified method to represent the number of valency according to around مين اللي عمل كل ده؟ كان اسمه ايه؟ لويس، صح؟ طيب بعد كده the noble gas whose Lewis structure include two unpaired electrons. مين أصلا الوحيد النوبل غاز؟ الهيليوم، صح؟ طيب
an alkyl metal which has the smallest atomic radius. أول واحد في الألكلاين lithium. The most chemically active element in 7A. مين most فيهم؟ الفلورين. صح؟ تمام. choose the correct answer. ودي اللي هنقفل بيها الفيديو ده. أول واحدة. In Moseley table, each element exceeds the present element in the same periodic by. كل واحد بيزيد بالنيوترون ولا ببروتون ولا energy level ولا atomic mass. بروتون. The alkali earth metal are located in the left ولا right ولا middle. هو أول واحد في الإيه؟ على الشمال. The number of p block elements in each period of each periodic table except the first is number of p block elements in each period of the periodic table except أول واحد is كلهم كام؟ عدد البي بلوك كام؟ 6 ما عدا واحد، ما عدا البريود واحدة، ما 6 3 4 5 6 7 0. صح؟ The نقط block contain most type of element. مين اللي فيها تشكيلة حلوة كده؟ البي بلوك. ليه؟ لأنه فيه برومين، ده ليكويد، في شوية غازات inert، في شوية solids، ففي 3 أنواع. Zero group in the modern periodic table belong to مين؟ البي بلوك. صح؟ The zero group include metal, metalloid, liquid ولا inert gases وأنا مغمض. Among non-metal is نقط element. مين النون ميتال هنا؟ المغنيسيوم؟ لا، ده في 2E أساسا. الصوديوم 1E. برومين ده نون ميتال إيه؟ ليكويد. ولا ستريديوم؟ ستريديوم ده موجود في الهالوجين غالبا، لا في لا في ميتال. برومين تحت خالص. يبقى البرومين. مين إذا سوليد هالوجين؟ مين السوليد هالوجين؟ فلورين ده غاز، كلورين غاز، برومين ده ليكويد، ايودين ايودين. ما هو ده غاز وده غاز وده ليكويد. The opposite figure show a section in the periodic table which of the following is correct. مين فيهم صح؟ ألومنيوم، جاليوم، سيليكون، فوسفورس. يعني عايز ألومنيوم ميتال سيليكون نون ميتال. بصراحة هنشوف. فوسفورس نون ميتال، Kr ميتالويد، جاليوم ميتال، Ge ميتالويد، As ميتال نون ميتال. اوكي، المفروض ان ده بالتبعية انتوا يعني عارفينه نسبيا، بس هنا هما الاتنين دول اللي بنتكلم عليهم اللي صح. الجاليوم ده ميتال لان الالومنيوم ميتال اصلا، فده وده صح. تمام. لكن السيليكون احنا لسه السيليكون هو ميتالويد اساسا مش نون ميتال. السيليكون ميتالويد والGe ميتالويد، فرقم سي لتر سي هي اللي صح. The fourth period contain elements from the block A. الفور period هو أول واحد بيظهر فيه مين؟ بيظهر فيه البي بلوك اس ودي، لأن الإف بلوك ما بيظهرش في الفور، بيظهر في السكس والسفن آخر اتنين. تمام. The element of the D block are known as transition metal. Okay, تمام. The element whose energy level M contains 2 electrons is located in the
كذا بالراحة كده. ام كي ال ام كي ال ام كي في 2 وده بيقول لك في 2 في الام يبقى كي ال اللي ب8 ام بكام؟ 2 وانا مغمض المفروض ان انتوا خلاص عرفتوا ده بيريود كام؟ 3 جروب 2 تمام. Which of the following pairs of elements are located in the same period in the modern periodic table؟ مين فيهم في same period يعني ورا بعض؟ مبدئيا ده نيون فده آخر واحد في ايه؟ البيريود بتاعته وده صوديوم. طيب تعالوا نكونفيجر هنا ده 2 8 صح 2 8 ده 2 8 1 يبقى ده غلط. ليثيوم 2 1 هيليوم 2 بس. كلور 2 8 7 صوديوم 2 8 1 نيون 2 8 أرجون 2 8 3. دي اسمها انت ليه ما كتبتيش الكونفيجر لأن هو عايز البيريود هو عايز عدد المجرات. مين اللي صح؟ The atomic number of the inert gas which is located in the second period هو موجود في second period يبقى عنده 2 inert gas يعني 8 2 يعني هو بياخد كام؟ يعني هو 10 تمام. An alkali metal is located in the second period. alkali على فكرة انت حلتها 2 1 يبقى ايه؟ ليثيوم 3 تمام. If the last energy level of halogen atom is the level L K L halogen يبقى ايه؟ 7 2 يبقى الرقم بتاعه كام؟ 9. An element is located in period 3 يبقى 1 2 3. أبصوا أنا ما بكملش أنا باخد المعلومة أفصصها الأول. جروب 3 ايه 3 ايه يبقى فيه كام هنا؟ 3 and its nucleus contain 14 neutron. هو عايز الماس. يا سلام انت كده صعبتها عليا ولا صعبتها ولا حاجة. انا عرفت ان ده من period 3 يبقى 3. عرفت في جروب ايه 3 برضه في الالكترون اوتسايد يبقى 2 8 3 يبقى الاتوميك نمبر بتاعه 13. 13 زائد 14 27 بس كده. Lewis structure included 2 unpaired electron in the atom of كالسيوم فيها كام؟ هما 6 كان 2 4 صح؟ أنا مش دعوة بالاتنين الأولانيين أنا بعمل إيه؟ أنا بعمل configuration نكتب configuration للأربعة الأخرانيين يبقى 1 2 3 4 صح؟ 4 النيتروجين 2 5 يبقى 1 2 3 4 5 يبقى ده فيه 3 أمبير. الفوسفورس 15 2 8 3 1 2 3. السلفر 16 2 8 4 2 8 6 سوري 1 2 3 4 5 6. يبقى مين هنا اللي عنده أنبيرد؟ السلفر. يبقى مين السلفر؟ Which of the following represents the Lewis structure of nitrogen؟ N7 احنا كنا لسه باقيين من فوق اهو. N7 2 5 صح؟ 5 يبقى لو 1 2 3 4 5 يبقى B صح؟ Which of the following pairs of element are monovalent؟ مين هنا monovalent؟ مين هنا أحادي؟ يعني مين هنا يبقى عنده structure Lewis structure فيها واحد بس؟ الصوديوم والفلور ولا مين في دول؟ طب تعالوا نشوف. الصوديوم 2 8 1 يعني هو أساسا عنده واحد بس. الفلور 2 7 وهو عنده 1 2 3 4 5 6 7 يعني الاتنين دول عندهم مونوفيلنت. نكمل ولا هو دول الصح؟ أكيد مش هنكمل لأن أول اختيار هو اللي طلع صح على طول. iodine is
ترايفالنت دايفالنت مونوفالنت. ايه ده هو ميس انا هحفظ الايودين النمبر بتاعه؟ لا ده الهالوجين صح، والهالوجين كان بينطبق عليه 8 ناقص الرقم بتاع المجموعة 7 صح؟ يبقى مونوفالنت ولا مونوفالنت صح كده؟ صدقوني والله العظيم المنهج ده سهل. The valency of argon أي inert gases وأنا مغمض 0. The first 4 elements in group 4A have the same 4A، يعني بيتكلم في مين؟ في البي بلوك، ليهم نفس ايه؟ نفس الالكترون الفيرست اند لاست انرجي ليفل في الجروب، ليهم الفيرست هم واللاست انرجي هم. طبعا صح. اولا اخرهم 4 وكلهم مبدئين في ايه؟ يعني الفيرست 1 هم 2 4 بعد كده 2 8 4 2 8 8 4 صح، يعني الاثنين هو واحده. والانرجي الاتوميك راديوس طبعا لا لانه بيكبر. نمبر اوف انرجي ليفل بيكبر كل بيريود، يعني بيزيدوا، يعني في الجروب بيزيد لان انا بنزل بيريود جديده. ميلتنج بوينت بيتغير. element in which has the smallest atomic radius among the following. مين اصغر واحد فيهم؟ كلور ولا يود ولا فلور ولا برومين؟ بالتبعيه ان عدد الالكترونات الاقل هو بيعمل راديوس اقل. تمام، لان انا هنا عندي 2 8 7 عندي 3 عندي اكتر عندي 2 7 فهو الايه؟ الفلور. The element which has the largest atomic radius in the same vertical group is the one with أكبر اللي كده ولا نازل كده اهو الجروب the least number of neutron, the least number of proton, the least number of nucleus, the largest number of electron revolts, the largest number electron revolts. What is the change which happen in the alkali metal as its atomic number increase؟ في الالكلاي ميتال اما الاتوميك نمبر بيزيد ايه اللي تشينج اللي بيحصل؟ الفيزيكال ستيت ولا الميلتنج بوينت ولا الاتوميك راديوس بتقل ولا البويلنج بوينت بتزيد؟ وانا نازل لتحت الالكلاي احفظها كده ان الميتال بيبقى سوفتنس اكتر الميلتنج بوينت بتاعته. تمام. which of the following describes the element ده؟ هل هو عنده 4 بروتون؟ ما تيجي بالراحة كده نكتب قبل ما نقعد. ده عنده كام؟ 2 1. عنده كام إلكترون؟ 3 إلكترون. تمام. ده غاز ولا ده إيه؟ ده الكايل ميتال أساسا، فده ميتال، فده لأ ودي لأ. located in 3A لأ، ده في 1A. located في second period لأن هو عنده 2 levels. the vertical group in the modern table that includes the most active metal. most active metal هل الالكايل ميتال ولا الهالوجين؟ الكايل ميتال جروب اللي هي 1A. آخر واحدة the atomic number of the most active halogen is. هو كان الفلور صح؟ الفلور ده كان مكانه فين؟ أنا مش حافظ الرقم ولا اسمها والأرقام كلها دخلت في دماغي. مش الفلور ده كان أول واحد فوق؟ يبقى أصغر واحد فيهم في الإيه؟ في العدد 9. ده لو أنت مش حافظه، لكن الفلور 9 أصلا. أتمنى كده نكون حلينا جزء كبير من كتاب الوزارة وكتاب المعاصر ونقفل الفيديو على كده. حاسة إن هو طويل أوي، ونكمل مع بعض باقي حل lesson 2 مع بعض. تمام؟ باي باي.